ننصح المزارعين أن يقلعوا تلكم الشجرة العظيمة وأن يستبدلوا بها منتوجات طيبة. تلكم الشجرة العظيمة التي أضعفت علينا اقتصادنا وأذهبت علينا أوقاتنا وأذهبت عقول كثير من الناس. لعلكم تستغربون إذا قلت أذهبت عقول كثير من الناس. أبغيكم تسألون أطباء الأعصاب هل جاءكم أحد جن بسبب الغاث؟ اذهبوا إلى ابن المجاهد في تعز. هل جاءك أحد جن بسبب الغاث؟ نعم جن أناس كثير بسبب الغاث. وهكذا أنصحهم أن يزرعوا منتوجات طيبة حتى لا تحاصرنا أمريكا، حتى لا تستعبدنا أمريكا بمستورداتها ونستغني. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعجل يعفو الله، ومن يتصبر يصبر الله. فلأن نأكل كسرة من الخبز خير من أن تستعبدنا أمريكا، ولأن نرجع إلى الغنم وإلى الإبل وإلى الزراعة. كان آباؤنا يوردون الزبيب إلى الخارج. والآن ماذا يا إخواننا لو حوصرنا؟ نتغدى قاتا، نفطر بقات، ونتغدى قاتا، ونتعشى قاتا، وماذا؟ ويجل الشعب اليمني كله. لا صحيح يا إخواننا؟ ما تظنون الذي ما يأكل طعاما طيبا بعد الغاث ربما ماذا بارك الله فيكم يأتيه السهر ليلة بعد ليلة ويفضي به إلى الجنون. فماذا يا إخوان؟ فينبغي أن نعرف مصلحة أنفسنا ومصلحة بلدنا، أمر مهم، وإنها لمسؤولية عظيمة على المسؤولين. ونحن نناشدهم الله أن يقلعوا تلك الشجرة العظيمة سواء كانت حلالا أم حراما. وهكذا العلماء يناشدهم الله أن يحذروا الناس من تلكم الشجرة التي أضعفت اقتصادهم. وهكذا أيضا غيرها، فإلى الله المشتكى. أقول قولي هذا وأسأل الله العظيم أن يغفر لي ولكم ولسائر المسلمين. وسامحونا. والصحيح أن إذا كان بسبب الإرهاب المعلومات تضيع، لكن ما خطر بالبال ألقيناه على إخواننا، وهو من قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله ينفع الله به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.